وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده بتكتر، وانتصاراته مالية حياته، وطني بيكبر وبيتحرر، وطني وطني. 100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. وطني، وطني بمعنى بلدي، ولا وطني بمعنى أنا وطني؟ السؤال هو على طول كده ومن غير أي مقدمات، وش كده زي ما بيقولوا، هل إحنا وطنيين؟ أو بمعنى أصح، هل إحنا لسه وطنيين؟ أغنية وطني حبيبي بقعد أدندنها كتير قوي، وفي مرة سألت نفسي السؤال ده وقعدت أفكر فيه، وقررت إني أدور على الإجابة. وقبل ما أتكلم أي كلمة عايز أوضح إني مش هتكلم عن الشهداء اللي بيموتوا كل يوم بسبب الإرهاب، لأ، دول يتباس التراب اللي كانوا بيمشوا عليه. أنا هتكلم عن الموضوع من ناحية اجتماعية بحتة علينا إحنا كمجتمع وكمواطنين. فبدأت أفكر، وأول حاجة جت في دماغي وافتكرتها لما كانوا دايما يقولوا لنا إن الدول الغربية يا جماعة دولت شعوب ما عندهاش انتماء، دول شعوب ما بتحبش بلادها، لكن إحنا المصريين حاجة تانية خالص. فقلت الحمد لله، البداية هايلة، والإجابة شكلها كده إن إحنا وطنيين 100. بعدها قلت لازم أفهم يعني إيه وطنية، وبعد بحث وتفكير وصلت إلى إن الوطنية يا جماعة ببساطة شديدة جدا هي حب الوطن والغيرة عليه والانتماء ليه، وده عن طريق العمل والإنتاج والجهد والالتزام والاحترام والتقدير والتضحية والصبر واحترام القانون وتطوير البلد والمجتمع. وعرفت كمان إن الوطنية مش إنك تاخد، لأ، الوطنية إنك تدي، وبعد ما تدي البلد عن طريق كل اللي قلناه، تبدأ البلد ترد لك وتديك عن طريق بيئة وعيشة كريمة صحية سوية محترمة ومجتمع كويس ومتقدم وبلد متقدمة. هو ده اللي هتاخده بعد ما تدي، مش قبل. وهنا كانت الصدمة بالنسبة لي، واكتشفت إن الأكذوبة اللي كانوا بيقولوها لينا فستك فستك ضحك على الدقون، وإنهم أكيد بيحبوا بلادهم لأنهم ببساطة بيشتغلوا وبينتجوا وبيطوروا بلادهم. زي مثلا يا جماعة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية التانية خرجوا بهزيمة منقرة، انهيار تام. بصوا النهاردة ألمانيا واليابان فين؟ من أقوى الدول في العالم في الإنتاج والصناعة والاقتصاد. شايفين الدول دي عملت إيه؟ أما إحنا يعني مش واضح إن إحنا بنحب البلد. نحب إيه؟ إحنا مبهدلين البلد. إحنا مش بنعمل أدنى شيء المفروض نعمله، كل حاجة بنعملها بعشوائية، الشوارع زبالة، محدش بيحترم القانون، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه واللي على مزاجه، وطز في البلد والمجتمع والقانون. بقينا كسالة، والشباب مش عايز يتعب وعايز كل حاجة على الجاهز وسهلة، مفيش إنتاج ولا تطوير، وكل حاجة نرمي اللوم على البلد، ونسينا إن إحنا السبب. مش ممكن نكون بنحب بلدنا ونعمل فيها كده. مش ممكن تكون بتحب حد وتأذيه. لو بتحب حد أكيد هتعمل له كل حاجة كويسة وتحترمه، صح ولا لأ؟ يبقى إحنا إيه؟ مش بنحب بلدنا؟ معقولة ممكن نكون مش بنحب بلدنا؟ أنا عارف إن في ناس كتير هتزعل من كلامي، يمكن عشان الكلام جه على الجرح، وأعتقد إن الوقت جه إن الجرح يتطهر ويتعالج، وعشان نطهره ونعالجه لازم نعترف إن إحنا بقينا غير وطنيين. أنا كل اللي بحاول أعمله في الحلقة دي إني أتكلم عن قضية ومصيبة معينة موجودة فعلا، وهي إن في حاجة غلط في وطنيتنا وحبنا للوطن واحترامنا ليه، ولكن المجتمع حط على المصيبة دي تراب ودفنها وقال ممنوع تقول إن إحنا بقينا مش وطنيين. أنت اتجننت؟ إزاي تقول على المصري اللي بنى الأهرامات إنه بقى غير وطني؟ ارحمونا بقى، ارحمونا.
هنفضل لإمتى عايشين على تاريخنا وما بنبنيش المستقبل؟ العالم كله بيتقدم ويتطور وبيضحكوا علينا إن إحنا لسه بنتكلم عن التاريخ وما بنعملش حاجة في الحاضر ولا المستقبل. التاريخ مهم جدا، ولكن الحاضر والمستقبل كمان مهم. لو عايزين نحل المشكلة لازم نعترف بيها ونواجهها ونقول إن إحنا للأسف بقينا غير وطنيين، ولازم نعرف السبب إيه ممكن يكون السبب. أنا مش هحاول ألاقي أو أفبرك أي سبب لكارثة ومصيبة زي دي، لأنه بصراحة مفيش أي سبب مقنع إن الواحد بلده بالشكل ده. كل واحد فينا لازم يا جماعة يقعد مع نفسه كده يروح في رحلة تفكير عميق عشان يعرف السبب اللي وصله للمرحلة دي. وبعتولنا وقولولنا انتوا شايفين ايه السبب اللي خلانا غير وطنيين بالمنظر ده. وابوس ايديكوا ورجليكوا كمان، بلاش حجة أصل البلد هي السبب، أصل المجتمع بقى كده، ويرمي المسؤولية على البلد. عشان على فكرة المجتمع هو إحنا مش حد تاني، واللي وصل البلد للمرحلة دي هو إحنا اللي عايشين فيها مش حد تاني. كل واحد مسؤول عن نفسه والمفروض يعمل الصح حتى لو كل اللي حواليه بيعملوا الغلط، ولازم نحل المصيبة دي. إيه الحل من وجهة نظركم في الموضوع ده؟ السؤال ده هيفضل دايما مطروح ونتناقش فيه، وكل واحد يبعت ويقول ايه الحل من وجهة نظره عشان نتكلم مع بعض ونسمع بعض، واكيد هنستفيد عشان نعرف ازاي نرجع تاني ويكون عندنا وطنية. يعني ببساطة اننا نحب البلد. انا ما اقدرش اقول لحد ازاي يحب البلد، كل واحد فينا لازم شعور الحب للبلد عنده يتحرك. كل واحد بقى يشوف ايه اللي ممكن يحرك الشعور ده عنده ويعمله. يبقى نقف جنب بلدنا ونستحمل ونحبها ونشتغل ونبني لغاية ما نخرج من عنق الزفت الزجاجة اللي بقالنا فيها كتير قوي. بقى كفاية. الدواء ساعات بيكون مر، بس لازم تاخده عشان تخف. لازم نرحم نفسنا عشان ربنا يرحمنا ويبارك لنا في بلدنا. وعلى فكرة أنا لا أدعي إني ما بعملش حاجة غلط، أنا قلت وبقول إن كلنا أو معظمنا غلط، ولازم نتغير ونحب بلدنا أكتر، ونعرف إن الوطنية مش كسل ونوم وتروح الشغل متأخر وتحرش وزبالة في كل مكان وفساد وعدم احترام للقانون وللناس وفن هابط وأخلاق منيلة وشوية مدعين فضيلة وشرف وتجار دين. لأ، لازم نفهم إن الوطنية الحقيقية هي حب وفعل وعمل وإنتاج وضمير وجهد وانتماء واحترام وتضحية وصبر، وإنك تعمل اللي عليك وملكش دعوة باللي حواليك. وده عشان نقدر نوصل للهدف، وهو إن المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do